اوعى تفوت شرب الميه. شرب الميه مهم جدا جدا ليك وانت بتتمرن، سواء بتزيد عضلات او سواء بتخس او ايا كان هدفك او ايا كان الرياضه اللي انت بتمارسها. الميه هي سائل بدون طعم، مش زي باقي المشروبات والعصاير، مش زي الشاي. فكتير مننا بيهمل شرب الميه نتيجه انها حاجه بدون طعم. اوعى تكون فاكر انك عشان بتشرب سوائل خلال اليوم او بتشرب شاي كتير خلال اليوم فانت كده بتحصل كمية المية اللي جسمك محتاجها من السوائل او الكلام ده. ماشي، انت حصلت جزء، ولكن مهم جدا انك تاخد احتياجك من الماء من شرب الماء نفسه، لان ده هيفرق معاك جدا في الاخر. بس بيقابلنا هنا مشكلة، دايما عندنا مجموعة من الناس بيبقوا اوفر في كل حاجة. قلت له اشرب مية، بدل ما يشرب 3 يروح يشرب 6 وفاكر ان هو كده برضه ماشي صح. يعني هو سمع ان شرب المية مفيد جدا للجسم، روح على طول بدأ يرفع كميات مية كبيرة جدا لدرجة انه حرفيا بقى ماشي طول اليوم بيدور على اي حمام في اي مكان، وده بسبب كمية المية الزايدة عن الحد في الجسم. ده حتى ما بقاش بيعرف ينام بسبب ان كل ربع ساعة قايم يدخل الحمام. يبقى كده شرب المية ضره حتى في نومه. فدايما حاول الاعتدال، اشرب كمية المية اللي جسمك محتاجها. واحد قاعد على مكتب، كمية المية اللي محتاجها، قاعد على مكتب ومشغل التكييف طول اليوم، كمية المية اللي محتاجها، غير عامل بيشتغل وماشي طول النهار في الشارع، ده بيخسر كمية مية كبيرة محتاج يعوضها بكمية مية كبيرة، لكن التاني مش محتاج ياخد نفس كميات المية اللي الشخص التاني بياخدها. خد كمية المية اللي جسمك محتاجها فقط لا غير. ودايما خليك ذكي، حاول توزع كمية المية اللي انت محتاجها خلال اليوم. خلي اكبر كميات من المية تكون خلال فترات النهار من الصبح، وتقل تدريجيا مع دخول الليل، بحيث لما تدخل تنام ما تلاقيش نفسك كل ربع ساعة قايم بسبب دخولك الحمام. الخطأ الثالث معانا وده خاص بشرب المية،